السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم سمر، رجعت لكم النهارده ان شاء الله بفيديو جديد مفيد ان شاء الله، وهنستفيد كلنا مع بعض. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس لو اول مرة بتتفرجوا عليا علشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوش تصلوا على الرسول. يلا بينا نتكلم مع بعض عن فاكهة الموز. طيب فاكهة الموز يا جماعة أطلق عليها العلماء عدة أسماء زي طعام الفلاسفة، فاكهة الحكماء، فاكهة السعادة والتفاؤل. كل دي أسماء أطلقها العلماء على فاكهة الموز. كلنا طبعا عارفين الموز بيعشقه الكبار والصغار ولا جدال عليه طبعا، خاصة الأطفال. طب تعالوا نشوف مع بعض الموز اللي احنا بناكله ده، كل موزة بتحتوي على ايه. خلينا نكون متفقين ان الموزة الواحدة اللي بناكلها بتحتوي على 75% من الماء، وايضا بتحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تؤدي إلى الشبع أثناء الرجيم والحمية الغذائية، وكمان بتحتوي على 27% من الكربوهيدرات. طيب تعالوا كمان نشوف الموز بيحتوي على عنصر البوتاسيوم، وهو من أهم مميزاته. ليه؟ لأن البوتاسيوم بيحتوي على عدة فيتامينات، منها فيتامين سي اللي بيقوي المناعة، مهم جدا طبعا لينا ولأطفالنا، وكمان بيحتوي على فيتامين ب 6. أيضا بيحتوي الموز على عنصر المغنيسيوم، مهم جدا يا جماعة طبعا لجسمنا. طب تعالوا بقى نشوف فوائد الموز الطبية. أول فايدة عندنا الموز مفيد جدا لمرضى ضغط الدم المرتفع، نظرا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم. ليه؟ لأن كل موزة واحدة بياكلها مريض ضغط الدم المرتفع بتحتوي على 420 ملي جرام بوتاسيوم، يعني حوالي 9% من احتياجنا اليومي للبوتاسيوم للجسم. طب تعالوا في بقى معلومة خلينا نتكلم عليها. ان منظمة القلب الامريكية كانت بتنصح مرضى الضغط المرتفع نصيحتين اتنين. اول نصيحة بتقليل الملح في الطعام. رقم اتنين كانت بتنصح بالاكثار من تناول الموز، لانه بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم اللي موجود في الموز. تمام. كمان خلينا نقول فايدة للموز اللي هي تقليل الإسهال. لو حد يا جماعة عنده إسهال ياكل موز. ليه بقى؟ لأن طبعا بيحصل ساعتها فقدان للأملاح وللسوائل في الجسم. فالموز يعني خلينا نقول ايه، هو عبارة عن حاجة كده زي محلول الجفاف، فبتعوض الجسم عن كل العناصر اللي فقدها. مهمة جدا النقطة دي، لازم تكونوا عارفينها. كمان الموز من فوائده ان هو مفيد جدا للجهاز الهضمي والقولون. ايضا الموز بيقلل خطر الاصابة بالسرطانات، ربنا يعافينا يا رب، خاصة سرطان الدم. ايضا الموز بيؤدي الى تحسين الحالة المزاجية اللي هي هرمون السعادة ومرضى الاكتئاب. تمام. كمان الموز مفيد جدا للرياضيين اللي هم بيلعبوا رياضة في الجيم. ليه؟ لأنه طبعا زي ما اتفقنا بيحتوي على عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم. ليه بقى يعني الجسم بيحتاجهم علشان بيحصل تقلصات للعضلات أول ما الإنسان بيروح الجيم، وبتبتدي العضلات بقى تفرد وكده، فالجسم بيكون محتاج الموز، بيساعد ان هو ما يحصلش التقلصات دي. تمام. كمان الأطفال الموز مهم جدا ليهم، خاصة من أول سن 6 شهور بتبتدي الأم تاخد الموزة وتهرسها كده لطفلها. طبعا يعني خلينا نقول أو كل الأمهات طبعا عارفة المعلومة دي، ان اول ما طفلها بتبتدي ان هي تديله اكل ياكله، بتكون يعني تقريبا هو الموز اول حاجة بتديها له ان هو يتناولها يعني. طيب تعالوا نتكلم عن اضرار الموز برضو. ما كل حاجة يا جماعة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، فطبعا هنتكلم عن أضرار الموز. أول حاجة، الموز ضار جدا لمرضى الكلى. تمام، لازم نكون متفقين على حاجة زي كده. رقم اتنين، برضو الموز ضار جدا لمرضى الحساسية، لأن أكل الموز كتير بيؤدي طبعا لظهور حساسية في الجلد، مع حدوث حكة وهرش جامد وكده. فطبعا اللي عنده حساسية يا جماعة عارف نفسه، فما يقربش من الموز نهائي. كمان لو في حد دايما بيجيله صداع نصفي، يحاول بقدر الإمكان انه يبعد عن فاكهة الموز، لان هي بتؤدي الى زيادة نوبات الصداع النصفي.
تمام. طب في نقطة هنا عايزين نتكلم عليها، هل مريض السكر بيتناول الموز عادي مفيش منه أي ضرر؟ في نقطة بقى هنتكلم فيها، المريض اللي هو عنده